أنا عبد ربي قد نزلت مباركا برسالة التوحيد للقلب العميق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين حلاوة المولد وشجرة الكريسماس، الشهر اللي احنا فيه ده يا شباب توافق فيه ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وتوافق فيه ذكرى ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وشفنا المسلمين بيحتفلوا بذكرى ميلاد حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بحلاوة المولد، وشفنا ان العالم بيحتفل بذكرى ميلاد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بشجرة الكريسماس وطفي النور الساعة 12. اللي يحتفل بالانبياء صح هو اللي عارف مين هم الانبياء، اللي عارف سيرتهم ده اللي هيبقى عارف يحتفل بيهم ازاي. تخيلوا لو اديب عظيم او شخصية عظيمة بعد ما مات ربنا احياه في يوم احياء ذكراه وتأبين ذكراه، دخل لقى مؤتمر كبير جدا ولقى شخصيات عظيمة قاعدة على منصة وقاعدة تتكلم عن عظمة الشخصية اللي هو صحي في الوقت ده. هيقول ايه؟ هيقول ده تكريم ليا لو سيدنا عيسى ابن مريم لو سيدنا عيسى ابن مريم نزل الارض الساعة 12 بالليل ليلة الكريسماس. هيقول اللي بيحصل ده تكريم ليه ولا اهانة؟ لو رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الارض ليلة اوبريت الليلة المحمدية والناس قاعدة تاكل قدام اوبريت الليلة المحمدية الفولية والسمسمية عليه الصلاة والسلام، هيقول ده تكريم ليه ولا دي اهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي نحتفل بالانبياء لما نعرف مين هم الانبياء؟ في مقطع عيسى مخلص البشرية اتكلمنا عن هذه الشخصية الجبارة سيدنا عيسى، وان ربنا اصطفى ليه اسود لحظتين في تاريخ البشرية كلهم. يجي سيدنا عيسى على الارض عشان يدعو الى الله، لحظة صفر ميلاديا والارض تعج بالفساد، ونهاية الزمان ما بين خروج يأجوج ومأجوج واكتساح المسيح الدجال للارض وافساد الارض ومحاولة اليهود للسيطرة على العالم ومعركة هرمجدون. اتكلمنا عن سيدنا عيسى، ده شخصية جبارة. احنا بنحتفل بمين ازاي يا جماعة؟ هنا بقى عايزين نتكلم عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اللي بنحتفل بيه بحلاوة المولد. انا مش عايز لسانك يبطل لحظة عليه الصلاة والسلام. يمكن قلبي وقلبك ينوروا بالصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. معجزة التأثير والتغيير. واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام اهتز الموت عرش الرحمن، ده واحد من اتباعه ومش من كبار اتباعه، يعني مش ابو بكر وعمر، واحد من اتباع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غسلته الملائكه لما مات. واحد من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام الملائكه كانت بتسلم عليه وهو مريض. واحد من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام عصا ضاءت في الظلام. واحد من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا خباب رزق الصيف في الشتاء او الشتاء في الصيف. ده دول اتباع النبي، ده دول فروع الشجره. امال الساق بقى نفسها، امال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان فروع الشجره ذهب ولؤلؤ ومرجان، امال ساق الشجره تبقى ايه؟ معجزه التاثير. كل واحد احتك برسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها اتغيرت يا جماعه. اي شخصيه من الشخصيات العظيمه في الدنيا، اي شخصيه من كبار الشخصيات في الدنيا، هي يعني كانت ناجحه في حاجه وكانت فاشله في حاجه. يعني نابليون بونابرت كان قائد عسكري جبار جبار زي ما بيقول كده مايكل هارت، ده اعظم شخصيه عسكريه في التاريخ، ولكن اسريا كان انسان فاشل. والمسارح الفرنسيه كانت بتسخر من سوء علاقته بزوجته جوزفين. زي يعني مثلا واحد زي ستيف جوبز، ده مخترع جبار وده اللي عمل الايفون والايباد، ولكن علاقته بوالده كان علاقه في قمه الفشل لحد اللحظه اللي مات فيها. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح في كل حاجه. الادباء مبهورين واخدينه قدوه، القواد العسكريين هو اعظمهم على الاطلاق، الحكام مفيش حاكم زيه، زوج مثالي محدش قدر يبقى زوج زيه، كعابد محدش يعرف يعبد ربنا زيه، مع اصحابه في الشهامه وفي المؤازره وفي المسانده وفي حسن الخلق مفيش حد زيه، في كل حاجه بهر العالم عليه الصلاة والسلام. عايزين نعرف احنا بنتكلم عن مين، عايزين نعرف احنا بنحتفل بمين. كل اللي احتكوا بالنبي حياتهم قبل النبي حاجة وحياتهم بعد حبيب الله محمد لسانك ما يبطلش كلمة عليه الصلاة والسلام حاجة تانية خالص. ابو هريرة قبل النبي واحد فقير غلبان، بعد النبي امير المدينة المنورة. ابن مسعود قبل النبي واحد ساقه رفيع الناس بتضحك عليه من كتر نحافة جسمه وفقره وغلب اللي هو فيه، بعد النبي عليه الصلاة والسلام معلم للبشرية كلها. سيدنا بلال قبل النبي عبد اسود حبشي، بعد النبي رمز من رموز الهداية والنور في العالم كله. اللي احتكوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيجي جواهم روح معنوية جبارة. خالد بن الوليد قبل النبي عليه الصلاة والسلام في هزيمة احد لما المشركين اتهزموا في الاول
كان بيجري مع النساء ويهرب في اول المعركة لما بقى من جنود النبي عليه الصلاة والسلام. وقف في غزوة مؤتة 9 سيوف اتكسروا في ايده قدام الامبراطورية الرومانية، القوة العظمى الاولى في العالم، وايده ما اتكسرتش وعزيمته ما اتكسرتش، وادى للروم درس فضل مرعب لحد ما كسر الروم تماما في الفتوحات الاسلامية. خبيب يا جماعة، خباب رضي الله عنه وارضاه قبل النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الروح المعنويه اللي جت بعد ما عرف حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. كانت ام انمار تكوي بالنار، تحط السيف على راسه وهو بيصلي، يطلع يتصاعد الدخان ويسقط مغشيا عليه، يفوق يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب عشان يعلمهم الدين وهم داخلين في الاسلام جداد. ايه ده؟ ايه الروح الجباره اللي خلت الانصار يدخلوا 130 معركه في 9 سنين، 30 غزوه و100 سريه؟ هو في مجتمع يقدر يدخل 130 حرب في 9 سنين ويفضل واقف على رجليه؟ كل اللي احتك بالنبي عليه الصلاه والسلام انبعث جواه طاقه جباره على تغيير الواقع، معجزه التاثير والتغيير محمد عليه الصلاه والسلام. نحتفل بالانبياء بحلاوه المولد وبالكريسماس وبشجره عيد الميلاد وبأوبريت الليله المحمديه وبطفي النور الساعه 12. يا جماعه احنا بنحتفل بمين؟ احنا بنهين الانبياء. احنا كده مش بنعظم الانبياء ولا بنكرم انبياء الله اللي ميلادهم كان ثوره تصحيح في البشريه. النبي عليه الصلاه والسلام كل اللي احتك بيه ضرار بن الازور في غزوه اليمامه، رجليه اتقطعت في خيمه الجرحى، سمع هجوم على جيش المسلمين، زحف لحد ما قاتل وقتل، وقال وانت في الدنيا لا يمكن اسمع ان المسلمين في ازمه وانا في الدنيا واسكت. رجليه مقطوعه ومصمم. عباد بن بشر واقف يحمي جيش النبي عليه الصلاه والسلام، يتضرب بالسهام، السهام تكسر ضلوعه ويفضل واقف مكانه. ليه؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام حاولوا يقتلوه في صحن الكعبه، واول ما فاق من الاغماء بسبب محاوله اغتياله من عقبه بن ابي معيط وقف يكمل صلاه. عباد بن بشر كمل صلاه زي النبي عليه الصلاه والسلام بالظبط. الصحابه في ذات الرقاع لما جلد رجليهم اتقطع ورجليهم بتدوب وربطوا الرقاع حوالين رجليهم عشان يكملوا في الغزوه، جابوها منين؟ من رجلين النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الطائف، لما اتقطع جلد رجليه عليه الصلاه والسلام من القذف بالحجاره من سفهاء الطائف، ومصمم انه يكمل. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام ما كانش بس معجزه تاثير، ده كمان كان معجزه تغيير. عشان كده جوتا الالماني من اشهر شخصيات العالم بيقول محمد عليه الصلاه والسلام هو المثل الاعلى في تاريخ البشريه. غاندي كان ندمان ما قرأش سيره النبي عليه الصلاه والسلام غير على كبر، كان ندمان انه ما قرأش سيره حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام من وهو لسه شاب صغير. كل عظماء العالم، مايكل هارت كان بيقول ما فعل اي عظيم من عظماء الدنيا لو لم يكن فعل انجازاته لجاء من بعده من فعلها، اما ما فعله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فلا يتخيل في تاريخ البشريه انه كان يمكن لاي انسان اخر ان يفعلها. كان بيقول لك سيدنا محمد ده عمل اللي ما حدش يقدر يعمله، ده وحد، ده رعاة الغنم حولهم لقادة ده القبائل الهمجية اللي بتتقاتل مع بعض حولها لخلافة، اعظم خلافة اسلامية واعظم مشروع توحيد في تاريخ البشرية كلها، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي نحتفل بالانبياء؟ زي ما اتكلمنا في عيسى مخلص البشرية، وزي ما بنتكلم دلوقتي في بين حلاوة المولد وشجرة الكريسماس، عايزين نتكلم يا جماعة وعايزين نأكد فكرة ان احياء سنة الانبياء واحياء ذكرى ميلاد الانبياء ما هواش لا بحلاوة المولد ولا بشجرة الكريسماس، وانما ان احنا نضحي زي ما هم ضحوا، ونعيش زي ما هم عاشوا، ونكافح زي ما هم كافحوا، ونضحي زي ما هم قدموا كل غالي ورخيص لتوصيل كلمة الله الى الناس. على ما عاشوا عليه نعيش عليه، وعلى ما ماتوا عليه نموت عليه. هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، رسالة ان احياء ذكرى ميلاد الانبياء بتكون ان احنا نمشي في طريق الدعوة اللي هم صاروا فيه، ونبقى نبراس ونبقى مخلصين للبشرية زي ما هم كانوا مخلصين للبشرية بالدعوة الى الله. شبابنا الجميل، شبابنا وبناتنا، هو ده الطريق. اوعوا حد يضحك عليكم، اوعوا حد ينحرف بيكم في اي طريق من الطرق. اللي هيقف في حفلات الغناء في الكريسماس ويسهر للفجر في حفلة، ده لما يجي الفجر يقول اهدنا الصراط المستقيم، هيجيب قلب منين؟ اللي هيبص للمحرمات وهيرتكب الموبقات في الكريسماس، ده هيجيب قلب يقف بين ايدين ربنا ازاي؟ هيجيب قلب يفتح المصحف ازاي؟ عايزين نستقم كما امرنا، وزي بالظبط انس بن النضر لما قال قبل ما يموت بدقائق قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو ده الاحتفال الحقيقي بذكرى ميلاد الأنبياء، لا بحلاوة المولد ولا بشجرة الكريسماس. فمحمد نور الإله لأمات حتى القيامة ذكره موجود.